السلام عليكم، انا دينا الشعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهارده جاياكم بفيديو من نوع جديد خالص. الفيديو ده احنا هنتكلم فيه عن الاخطاء اللي ممكن تحصل لنا او الاخطاء اللي حصلت لي انا عن نفسي، يعني اول ما بدات شغل الصلصال الحراري وكمان لما كملت فيه، يعني بعدها بفتره برضو كنت لسه بعمل الاخطاء دي. ليه انا بعمل الفيديو ده؟ لانه انا كنت عايزه ابين لكم ان في اخطاء معينه كلنا بنقع فيها، واحاول ان انا اخليكم تتفادوا الوقوع في الاخطاء دي، وكمان هقول لكم ايه الحلول ليها. من غير بقى رغي كتير، يلا بينا. اول خطأ بنقع فيه لما نيجي نشتغل في الصلصال الحراري هو العجن الخاطئ. يعني ايه عجن خاطئ؟ يعني انا بشتغل بالصلصال بعجنه علشان خاطر يوصل لطراوه معينه تخليني اعرف اشكله. طيب لو انا خدت الصلصال ده وجيت بدأت أعجنه بطريقة خاطئة، إيه اللي هيحصل؟ أكتر مشكلة بتقابلنا في الموضوع ده هي إنه بيدخل له هواء. لما بيدخل له هواء، جيوب الهواء دي بتتحول لفقاعات جوه الصلصال، ممكن تبقى باينة وممكن تبقى مش باينة قبل السوى، لكن هي بالتأكيد بتبان بعد السوى. ولو ما بانتش فهي ممكن تسبب إن الصلصال ده يحصل فيه تشققات أو يتكسر بعد فترة من إنه هو استوى. طيب ايه الحل؟ نحاول نتفادى ان احنا ندخل الهواء جوه. بمعنى ايه؟ لما نيجي نعجن الصلصال لازم نعجنه بباستا ماشين او بالنشابه اللي هي الرولر. ازاي؟ نعجن يتفرد خالص وبعد كده نبدا نطبقه على بعضه، نعجن بعد كده تاني، نرول تاني او ندخله جوه الباستا ماشين تاني من التانيه اللي احنا عملناها دي. فده بيقلل دخول الهواء جوه الصلصال وبيخلي الصلصال ما فيهوش هواء خالص. وبعد كده بعد ما نوصل للمرحله دي ناخده ونبدا نعجنه كويس جدا، واحده واحده كده، ندخله كذا مره جوه الباستا ماشين بس بنفس الطريقه. فبالطريقه دي الهواء كله لو في هواء هيكون طلع ومش هيدخل هواء زياده. دي كده كانت اول خطأ انا كنت بعمله، وده كان الحل. تاني خطأ كنت بعمله التسويه الغلط. التسويه الغلط دي بتحصل ازاي؟ ان انا ممكن احط الصلصال جوه الفرن من غير ما يكون عندي ترمومتر فرن. ده مشكلته ايه؟ كل انواع الافران، يعني كهرباء وغاز وكل انواع، دايما حرارتها بتكون مش مظبوطه. ممكن تكون مش مظبوطه حاجه بسيطه، وممكن تكون مش مظبوطه يعني مقدار كبير جدا يخلي الصلصال بتاعنا ما يستويش خالص او يتحرق. ففي الحاله دي انا لازم استخدم ترمومتر عشان خاطر ابقى متاكده ان درجه الحراره اللي انا دخلت القطعه جوه الفرن على اساسها هي درجه الحراره اللي موجوده فعلا جوه الفرن. طيب دي اول خطوه. طب تاني خطوه ايه؟ ان انا اتاكد ان درجه الحراره حوالين القطعه مش عماله تعلى وتنزل، لان كل الافران عاده لما بتوصل لدرجه الحراره المطلوبه اللي هي مثلا انا حاطه 130 بره على المؤشر، وفعلا الترمومتر بيديني ان هي 130، ايه اللي بيحصل؟ بتوصل درجه الحراره ل 140 او 150 وبعدين تقفل الحراره دي تبدا تنزل لتحت تاني. ده انا بتكلم طبعا هنا على افران الكهرباء. افران الغاز ما فيهاش الموضوع ده، لان هي بتفضل نفس درجه الحراره طول الوقت. طيب غير كده كمان، يعني انا ايه الحل بقى في حاجه زي كده؟ لما درجه الحراره اللي بتعلى وتوطى، انا ايه حلها بالنسبه لي؟ ان انا احط القطعه بتاعتي جوه حاجه مقفوله. يعني احطها مثلا جوه طبق بايركس، اي حاجه معموله من السيراميك او الزجاج، لانهم بيحتفظوا بالحراره داخلهم. الحراره ما بتقعدش تعلى وتوطى وهي جواهم. وبعد كده اغطيه من فوق ومن الجناب بفويل. ليه اغطي بفويل؟ علشان خاطر اضمن ان درجه الحراره حوالين الموج او حوالين الميداليه او حوالين الصلصال عموما اللي مدخلاه زي ما هي، لا بتعلى ولا بتوطى. كمان في شويه خطوات ممكن نعملها، ان احنا نحط قطع سيراميك او قطع زجاج كتير جوه الفرن. القطعه دي بتساعد على ان درجه الحراره تفضل متوسطه زي ما هي، زي ما انا طلباها بره اللي هي 130 مثلا او 140، ما تفضلش تعلى ولا تفضل تقل. فدي الحلول بالنسبه لمشكله رقم 2. مشكله رقم 3، كلمتكم من شويه عن مشكله ان احنا ممكن يكون عندنا بابلز او اللي هي جيوب هواء او فقاعات هواء موجوده داخل الصلصال. طيب لما بيبقى دي حلها احنا خلاص قلناه، ايه رايكم بقى ان ممكن كمان تدخل نقط ميه داخل الصلصال؟ نقط الميه دي ممكن تدخل ازاي؟
ممكن مثلا تدخل باني انا بستخدم التولز بتاعتي او الادوات اللي بستخدمها ما كانتش ناشفه خالص، مسحتها بالوايبس وكان لسه فيها مبلوله واشتغلت بيها على الصلصال، مسحت الباستا ماشين بالوايبس وما استنتش او ما نشفتهاش كويس جدا ودخلت فيها الصلصال على طول. الحاجات دي بتدخل سائل او ليكويد ميه يعني جوه الصلصال، ولما يدخل ميه جوه الصلصال مش بيبان خالص في العجن ان في مشكله، ولكن ايه اللي هيحصل؟ جيوب الميه دي او نقط الميه البسيطه اللي دخلت جوه الصلصال دي لما بتدخل الفرن بتتمدد، ولما تتمدد بتعمل شقوق او يعني جيوب جوه الصلصال بتتمدد. ممكن الصلصال يتنفخ معانا، ممكن بعد ما يخرج من التسويه نلاقي فيه شق حصل كده مش ظريف. طبعا الشق ده حله ان احنا نشيل الصلصال ونحاول نضم الحته دي بسرعه جدا تحت ميه ساقعه او في ميه فيها تلج. هيلم هيبقى شكله كانه ما حصلوش حاجه، بس ليه اصلا؟ يعني احنا نحاول نتفادى المشكله دي. ففي الحاله دي افضل حل لينا هو ان احنا نستخدم بعد ما نستخدم الوايبس لازم ننشف الحاجه كويس جدا علشان خاطر ما يحصلش المشكله دي. الخطأ الرابع اللي بنقع فيه كلنا وهو لزق القطع الصلصال بعد التسويه على المج او على ايا كان الحاجه اللي احنا بنستخدمها او عايزين نلزق عليها الصلصال. لزق الصلصال ده بيحصل ازاي؟ بنستخدم نوع لاصق اسمه ايبوكسي. ايبوكسي ده في منه براندات كتير جدا، ايبو بوند، اوهو، حاجات كتير قوي انا مش فاكراها دلوقتي ومش فاكره اساميها، بس ممكن لو سالتوني في الكومنتات احط لكم اساميهم، واكيد فنانات كتير هيساعدوكم في الموضوع ده. ايه المشكله في موضوع الايبوكسي ده بالذات؟ انه هو بيستخدم قطعتين، يعني بيستخدم انبوبتين. الانبوبتين دول او حتى اللي هو اللي بيبقى بالضغط من فوق اللي هو عامل زي السرنجه شويه ده، كده بيبقى فيه نسب لازم تتخلط منه، بيبقى النسبه دي 50% من الانبوبه دي و50% من الانبوبه الثانيه. مهم جدا ان هما يبقوا نفس النسبه وان هما يتخلطوا مع بعض كويس جدا. لو الايبوكسي ده ما اتخلطش مع بعض كويس، وفي ناس كتير مش بتخلطه صح، ايه اللي هيحصل؟ اولا مش هيلزق على المج وهيبوظ المج نفسه وهيبوظ الشكل من الظهر ومش هنعرف نلزقه بعد كده تاني. فاحنا كده ما استفدناش حاجه، بوظنا الموضوع خالص بسبب شويه الايبوكسي اللي احنا حطيناهم غلط. طب نعمل ايه؟ نخلط النسب مظبوط، نفضل نخلط فيه. اول ما بيخلط بيبقى لونه فاتح، بيبيض لونه شويه، وبعد شويه لما نكمل خلط بيتحول للون شفاف، يرجع لونه شفاف تاني، ساعتها نقدر نستخدمه. بس لازم نستخدمه بسرعه، ما نستناش لما ينشف. في ناس، انا بتكلم على اللاصق ايبوكسي، مش بتكلم على اسيا دلوقتي ولا بتكلم على اي نوع رزن او كده، انا بتكلم على لاصق الايبوكسي. في ناس اول ما بتخلطه ممكن مثلا تسيبه وتقوم تعمل حاجه، ما ينفعش، هو اصلا بينشف بسرعه، يعني هو مكتوب عليه ان هو بينشف في خلال 5 دقايق، فما ينفعش ان انا اسيبه واقوم. الحل ان احنا نخلط بسرعه، واول ما يوصل للدرجه الشفافه دي اقوم استخدمها عشان الزق بيه الحاجه. ولازم امسكه بايدي على الاقل لمده دقيقه دقيقتين علشان خاطر يثبت في المكان اللي هو فيه. ويعني كل ما نطول في ان احنا ماسكين القطعه دي كل ما نضمن ان هو ما يتحركش يمين وشمال، لانه لو الشكل اتحرك من على المج بيسيب اثر مش لطيف للاصق الايبوكسي ده حوالين الشكل، وبضطر بعد كده ان انا اجيب وايبس فيها كحول واحاول امسح. فالموضوع ده بيبقى متعب، خصوصا لو في قطع معقده شويه فيها زي يعني اماكن ضيقه من الجناب حواليها، معرفش ان انا انضفها كويس بوايبس فيها كحول. فدي كده الحل بالنسبه للمشكله رقم 5. اول ما ابدا اشتغل ببقى متحمسه جدا وعايزه اجيب خامات كتير وعايزه اعمل حاجات كتير وفي بالي افكار كتير جدا جدا جدا، وببقى في ناس كتير فاكره الموضوع عشان هو صلصال يبقى هو سهل. طيب حتى لو هو سهل انا ممكن اسهل على نفسي واروح اجيب خامات زي مثلا قطاعات كتير او قوالب سيليكون كتير. هي دي بقى مشكله من المشاكل اللي بتقابلنا لما نيجي نشتغل بالصلصال. لما ابدا اشتغل وانا متحمسه قوي واروح اجيب ادوات انا اصلا ما اعرفش هي هتستخدم ازاي، وبعدين
ادوات انا فاكره انها هتسهل عليا بس هي مش بتسهل عليا ولا حاجه. زي مثلا ان انا اجيب قوالب ورد. قوالب الورد دي من بصراحه يعني في رايي الشخصي من اسوأ انواع القوالب اللي ممكن تستخدموها في حياتكم. الورد بيخرج من القالب دايما شكله مش حلو، او على الاقل مش بحلاوه الشكل اللي معمول بالايد. في حاجات زي القوالب مثلا اللي هي بتبقى بلون واحد، اللي هي مثلا قالب فيونكة او قالب ورقة الشجر. دي قوالب مفيدة ومهمة لانها بتطلع لنا الحاجة مطبوعة حلوة شكلها جميل ومدياني شكل طبيعي اكتر من اللي بعمله بايدي. ففي قوالب مفيدة وفي قوالب مش مفيدة. مثال تاني القوالب اللي مش مفيدة بالنسبة لي برضو يعني ان هي القوالب اللي بيبقى فيها كذا لون. يعني مثلا قالب شخصية يعني لابسه هدوم مثلا، دايما لون الجلد لازم يبقى موجود، الملامح بتاعه الوش، الهدوم، كل دي الوان صلصال بتدخل مع بعضها جوه قطعه المولد او قطعه قالب السيليكون عشان خاطر تطلع لي شكل، بس عمرها ما بتطلع بنفس جوده لو انا عملت الشكل ده بايدي وما استخدمتش القوالب دي. فانا نصيحه ليكم عشان انا كان نفسي حد ينصحني بالموضوع ده، قبل ما تجيبوا القوالب اسالوا واعرفوا ايه الحاجات المهمه وايه الحاجات اللي فعلا مفيده وممكن تحللكم مشاكل وتختصر عليكم الوقت، بدل ما تجيبوا حاجات وخامات وفي الاخر تكتشفوا ان انتوا بتستخدموهاش. مشكله رقم 6 هي مشكله ان احنا بنستخدم زيت اطفال كتير عشان نطري بيه الصلصال. صح، انا قلت قبل كده في فيديوهات ان انا بطري الصلصال بتاعي ساعات بزيت اطفال او زيت جونسون بتاع الاطفال، بس انا يا جماعه بقول لكم دايما نقطه واحده فقط كفايه وما تحطوش اكتر منها، لانه مهما كان في النهايه ده مركب كيميائي بيدخل على الصلصال يغير في تركيبته، وانا مش عايزه ده يحصل. زيت الاطفال ده لو زاد نقطه واحده بيعمل مشكله في الصلصال نفسه، بيخليه ممكن يبقى ضعيف، ممكن يتكسر بعد السوى ممكن يحصل مشاكل كتير جدا بسببه، فاحنا مش عايزين كده. لو انتوا الصلصال اللي عندكم ناشف قوي تقدروا تستخدموا مطار الصلصال بتاع يعني اللي هو منتج اصلا موجود بيتباع مخصوص عشان تطروا بيه الصلصال. بيتباع فين؟ بيتباع في كل المكتبات الكبيره وفي ناس بتبيعه اونلاين. انا شفته اصلا بيتباع على سوق اسمه كلاي سوفنر. كلاي سوفنر ده اللي هو يعني بيبقى يعني ازازه كده صغيره خالص بنحط منها نقطتين، حتى ده كمان بيتحط منه نقطتين على الصلصال فقط، وهو شغلته ان هو بيطري الصلصال عشان خاطر نعرف نشتغل بيه بمنتهى السهوله. كمان حل تاني للموضوع ده، حاولوا ان انتوا تشتغلوا بالنشابه لو ما عندكوش باستا ماشين علشان خاطر تطروا بيها. هي من احسن الحاجات اللي ممكن نطري بيها الشغل وما نتعبش نفسنا قوي بصوابعنا ونبهدل نفسنا. ده غير ان طبعا لما بنستخدم الرولر والباستا ماشين زي ما قلنا قبل كده ده بيقلل حته ان يدخل هواء جوه الصلصال. مشكله رقم 7. طيب اخر حاجه بقى واهم حاجه، التسرع في البيع. مش قادره اقول لكم الموضوع ده مهم قد ايه يا جماعه. انا هحكي لكم انا كان بيحصل معايا ايه. انا اول ما بدات اشتغل كانوا ناس صحابي وقرايبي كانوا بيقولوا لي ان انا شغلي حلو واني بعرف اشكل، فانا اتبسطت واتشجعت قوي وقلت طيب خلاص انا ليه ما اخدش الموضوع ده وابدا بقى ابيع، ما انا شاطره بقى والناس بتقول لي ان انا شاطره وكده. طيب ايه اللي حصل؟ التشكيل بتاعي لطيف مش وحش وفي ناس عجبها جميل تمام، بس الحاجات كانت بتفك، الصلصال نفسه ما كان بيتكسر لانه مش مستوي مظبوط، الحاجه كانت بتوصل المج كان ممكن يوصل مكسور عشان مش عارفه اغلفه ازاي. كان في مشاكل كتير بتحصل بسبب ان انا مش عارفه الموضوع بيتعمل ازاي، لسه انا مش فاهمه يعني ايه اظبط المج من الالف للياء علشان خاطر اعرف ابيعه للناس. الكلام ده مش بس عن المج، ده الكلام ده في الميداليات وفي اي منتج بيتعمل بيه صلصال حراري، واي منتج حقيقي بيتعمل بالهاند ميد لازم نخلي بالنا من التفاصيل الصغيره دي. طيب ايه اول حاجه؟ يعني كل المشاكل اللي انا حكيتها لكم في اول الفيديو دي
هي دي المشاكل اللي احنا بنحاول ما نقعش فيها. ما نقعش فيها ازاي؟ بتيجي بالتجربة، بتيجي بالخبرة. اول ما بدأت اشتغل انا كنت بعمل حاجات وبعت فعلا حاجات، واكتشفت بعد كده انها جت مكسورة. المج كان مكسور او الصلصال نفسه مكسور، ولو مش مكسور فهو فك من الناس. بس مش شرط يا جماعة عشان خاطر ما جالكوش حد يقول لكم انا زعلان المنتج اللي انت بعتيهولي مش كويس، او المج مش حلو، في حاجه، في مشكله، في ديفو. طيب لا، مش شرط، مش كل الناس هيقول لكم الكلام ده على فكره. في ناس هتاخد الحاجه الوحشه وتسكت، او في ناس هتاخد الحاجه الوحشه دي وتروح تقول لناس تانية لا دي فلانه بتعمل حاجات وحشه ما تشتريش منها تاني. فده بيأثر عليكم انتوا، بيأثر علينا احنا يا جماعه. لما بنعمل الحاجات دي بيأثر علينا، على اسمنا وعلى شغلنا وعلى جوده المنتج بتاعنا قدام الناس. الناس بتشوف ان هو حاجه وحشه. نعمل ايه؟ ناخد وقتنا خالص 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 قبل موضوع البيع ده. هو اولا واخيرا يعني ما ندخلوش على ان هو مشروع. ممكن يتحول يبقى مشروع بعد كده طبعا، اكيد في ناس بتتعامل مع الموضوع ده على ان هو مشروع ودخل بالنسبه لهم جميل جدا. بس ناخد وقتنا شويه في الموضوع ده، نتاكد ان احنا بنلزق صح، نتاكد ان احنا بنسوي صح، نتاكد ان احنا بنستخدم نوع صلصال مظبوط ما بيتكسرش. انا من الناس اللي كنت فاهمه ان سكالبي 3 زي بريمو، زي فيمو، زي اي نوع صلصال عادي. لا، سكالبي 3 من انواع الصلصال اللي بتتكسر بعد السوى مهما عملت. هو نوعه كده، ده مش معناه ان هو نوع وحش، ولكن هو نوعه كده مخصوص لكده. مش ما ينفعش الحاجات زي على موج مثلا او معلقه او ميداليه او كل الحاجات دي ما ينفعش فيها ابدا سكالبي 3. وانا ما كنتش اعرف ده، كنت بستخدمه فعلا وعملت بيه حاجات وطلعت بيه شغل على موج، وطلع طبعا اتكسر عند الناس لانه هو ما يستحملش الشغل ده نهائي. كل الاخطاء اللي انا اتكلمت عليه في الفيديو ده ممكن نتفاداها، نتعلم ان احنا ما نعملهاش، وبعد كده هنتفادى ان احنا نقع فيها، فيطلع المنتج بتاعنا بصورة كويسة نقدر ان احنا نقدمه للناس ونبيعه من غير ما نكون قلقانين. يعني مثلا ممكن نعمل لنفسنا احنا المج، او نعمل لنفسنا احنا ميدالية ونقعد نختبرها لنفسنا. يعني اشرب فيها كل يوم، احط الميدالية دي عندي في العربية، احطها فيها مفاتيحي واحطها عندي في الشنطة واشوف هتتكسر ولا مش هتتكسر، وهكذا. اجرب في نفسي بدل ما اجرب في الناس وبعد كده يجي عليا انا في الاخر. بس كده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا، ولو اتبسطتوا متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم اي كومنتات ما تنسوش تقولوها لي تحت في الكومنت سيكشن، وكمان هحط لكم لينك الجروب والبيج والانستجرام. يا ريت يا جماعه بجد تيجوا تشتركوا في الجروب. احنا كلنا هناك فنانات صلصال حراري، وكلنا لسه مبتدئين وبنتعلم من بعض، فتعالوا ان شاء الله هتستفيدوا. وبس كده، ميرسي، باي باي.